اللباس دار ماشي غير باش تستر العوره ديالك، اللباس طريقه كنهضروا بها بلا ما نتكلموا. اللباس ديالك كيعكس منين جاي، شكون انت وشنو ثقافتك. القفطان والجلابه المغربيه والكيمونو الياباني والساري الهندي هادو كلهم رموز لهويات الشعوب. اللباس كوسيله للتعبير عن الراي والمواقف. في القرن العشرين اللباس خرج للشارع ولا كل توب كل زواقه وكل لون وسيله للتعبير على الحريه او الرفض. اللباس كان ومازال وسيله للتعبير عن الذات والمعتقدات والانتماء القبيله او مجتمع معين. اجي بعدا، اللباس اللي كنلبسوه اليوم باقي فيه الاثار الهويه او لا ضاع في بحر الموضه؟ بحال الهيبيز في الستينات اللي ولات رمز التمرد والثقافه في الولايات المتحده الامريكيه، والتاثير ديالها تعدى الحدود حتى وصل لاسيا وشمال افريقيا بطريقه غير مباشره. الهيبيز في ديك الوقيته تميزوا بستيلات مختلفين على المجتمع اللي كان في داك الوقيته، حيث انهم ولاو كيخرجوا بموديلات متصالحين مع الطبيعه، وكانوا كيديروا اكسسوارات طبيعيه بحال الورد والنباتات، وكيلبسوا ازياء ملونين باش يعبروا على الحب والسلام اللي كانوا كيطمحوا ليه، وباش يعبروا على الرفض ديالهم من الحرب والطريقه باش كتسير الدوله ديالهم. وكيف ما عودتنا الولايات المتحده والشعب الامريكي اللي في كل عصر كيطبعوا فيه بصمه خاصه بهم، وداكشي النيت اللي ولا تعاود في السبعينات ديال القرن الماضي. بانك اللي ولاو خرجوا في السبعينات باش يحتجوا على النظام السياسي والاجتماعي ومن الطريقه باش كتسير الدول ديالهم عاوتاني. وهنا كنهضروا على امريكان وبريطانيا، البطاله والفوارق الاجتماعيه والتسلط نتاع السلطه او الصحه والتعليم. الستيل ديالهم في ديك الوقيته كانت فيه الصدمه المتعمده باش يبينوا على الرفض ديالهم. جواكت ديال الجلد وسراول مقطعين وسناسل ديال الحديد والمسامر كانوا طريقه باش يعبروا على الرفض ديالهم. وفي الوقت ديالنا الحالي كاين طوطو مثلا اللي طلع في موازين وضارب تيشيرت مكتوبه فيه العباره ديال سالغاوت باش يبين بانه افضل رابور في التاريخ ديال المغرب. هكا هو كيقول. اللباس والعلاقه ديالو بالعاطفه، كيفاش الانسان كيلبس على حسب الحاله النفسيه ديالو. النهار اللي كيكون فرحان كيلبس الالوان، والنهار اللي كيكون كاعي فيه كيلبس الكحل. اللباس في هذه الحاله هذه ماشي زوار، ولكن مرايه كيعبر بها على الاحاسيس ديالو. اللباس والعلاقه ديالو بالدين، من اكثر الامور اللي كتثير الجدل في عالم الموضه هو الدين. واش الموضه اللي كنصنعوها وكنلبسوها متوافقه مع المعتقدات الدينيه ديالنا او لا؟ وهادشي ماشي غير في الاسلام، في جميع الديانات. في المسيحيه مثلا كانوا العيالات كيلبسوا الدره بعض الكنائس القديمه ديالهم، واللباس الكنيسي كيعبر على التواضع والقداسه ديالو. وفي اليهوديه كاين الكيباه اللي كيلبسوه الرجال باش يتفكروا باللي الله كاين فوقهم، والعيالات كيلبسوا حوايج مغطيين ومحتشمين باش يعبروا على الورع. وفي الاسلام قال تعالى: